شكرا على الإبلاغ. سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص. نشرة إنذارية: حمراء تتوقع تساقطات ثلجية وأمطارا قوية قد تصل إلى 120 ملم بالعديد من المناطق المغربية هوية. بريس متابعة. أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية بأن أمطارا قوية أحيانا رعدية من 40 إلى 120 ملم، وتساقطات ثلجية من 30 إلى 70 سم، وهبات رياح قوية نسبية من 50 إلى 70 كلم في الساعة مرتقبة من الأربعاء إلى الجمعة بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة أحمر أنه من المرتقب نزول أمطار قوية أحيانا رعدية من 80 إلى 120 ملم بكل من طنجة، أصيلة والفحص، أنجرة وتطوان والعرائش، ووزان والمضيق، الفنيدق وشفشون، وذلك من الساعة 10 من صباح الأربعاء إلى غاية منتصف نهار الخميس. وأضاف المصدر ذاته في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أن أمطارا قوية أحيانا رعدية مرتقبة أيضا بكل من تونات وسيدي قاسم وسيدي سليمان والقنيطرة من 50 إلى 80 ملم، وكذا بالرباط وتمارة، الصخيرات وسلا والخميسات والجديدة والمحمدية وبن سليمان مديونة والنواصر وبرشيد وخريبكة والدار البيضاء والحاجب وصفر ومكناس وفاس ومولاي يعقوب من 40 إلى 60 ملم، وذلك يوم الأربعاء من الساعة 10 صباحا إلى منتصف نهار الخميس. وأشارت المديرية العامة إلى أن الظاهرة الجوية نفسها مرتقبة بكل من إفران وخنيفرة وأزيلال وبنين ملال وتازة من 50 إلى 70 ملم، وذلك ابتداء من الساعة 6 من مساء الأربعاء إلى غاية يوم الخميس على الساعة 11 ليلا، مع تسجيل هبات رياح قوية نسبية من 50 إلى 70 كلم في الساعة على سهول شمال الصويرة والسايس والريف والأطلسين الكبير والمتوسط يومي الأربعاء والخميس. وفي نشرة من مستوى يقظة برتقالي، أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية بأن تساقطات ثلجية مرتقبة بالمرتفعات التي يتجاوز علوفها 2000 متر، تتراوح مقاييسها ما بين 30 و 70 سم، ستهم أقاليم إفران وبولمان وبني ملال أزيلال وميدلات، وذلك ابتداء من الساعة 1 من صباح الخميس إلى غاية 8 من مساء الجمعة. وميم عين قرهن لقراءة الخبر من مصدره.